معلش يعني الرئيس في حواره الشباب كان جزء كبير جدا من كلامه، سواء بقى مشروعات، سواء برلمان، سواء فرص عمل. لكن هتوقف مع حضرتك في البداية على انه بيقترح انشاء كيان قومي مستقل للشباب، وانه فعلا بيدرس انشاء هذا الكيان ليس لصالح احد او قوة سياسية، وانما على المستوى القومي. اشرح لي دي. اتفضلي. اشرح لي دي يا فندم، اشرح لي ما هو هذا الكيان القومي المستقل للشباب. لا، هي في الحقيقه كانت اقتراحات كثيره جدا ان هناك يكون كيان قومي للشباب على غرار منظمه الشباب اللي تواجدت في الستينات من القرن الماضي. ايوه يا فندم. وناس كتير جدا كانت بتقول ان معظم الكوادر السياسيه المهمه في تاريخ مصر بعد كده ظهرت من هذه المنظمه. الفكره بس اللي احنا نحب نوضحها انه يعني ما كانت يعني يصلح في ظروف معينه من القرن الماضي ربما لا يصلح الان بنفس شكله وبنفس الياته. نتيجه ثوره التكنولوجيا، طرق الاتصال المختلفه، التواصل بين الشباب والدول العالم كله بشكل مختلف عن ما كان قبل كده يعني. ولكن تبقى الفكره، هل كيفيه تجميع شباب معين وطني قومي في كيان بعيد عن المؤسسات الحكوميه للدوله ويكون بشكل او باخر يخضع ل مؤسسه الرئاسه او يبقى التواصل مباشره مع مؤسسه الرئاسه. يعني الكيان ده هيتبع مؤسسه الرئاسه ايضا. يعني انا ده اللي تخيلوا، ده اللي الشباب عايزه. يعني الشباب مش عايز برضه ان هو يبقى من اطار حكومي من داخل وزارات مختلفه من داخل الحكومه، وبالتالي يبقى يعني فيها زي نوع من البيروقراطيه ايضا في توصيل المعلومات او في اتخاذ القرارات او في توصيل الافكار. ولكن لما يكون هناك تواصل مباشره مع مؤسسه الرئاسه، ده يبقى فيه نوع من التواصل الاسرع وتوصيل الافكار بشكل اسرع واحدث. طب يعني لما وزير الشباب معايا، لا معلش يا فندم، لما وزير الشباب معايا بيقول لي انه هذا الكيان يبعد ان الشباب عن البيروقراطيه اللي موجوده، وحضرتك وزير، يعني انت عارف ان تحت في المكاتب اللي تحته اللي بيحصل فيه بيروقراطيه بشعه. لا يا فندم، ده مش الموضوع، مش هو ده الموضوع. الموضوع ان اي كيان هيتعمل تحت الحكومه، هقول لحضرتك اتفضل. اي كيان يتعمل تحت الحكومه هينظر ليه بقيه الشباب ان ده كيان حكومي عاملاه الحكومه عشان تضم الشباب دي ليها يبقوا شباب تبع الحكومه، وينظر ليه بقيه الشباب اللي هو الفكره اللي مش مقبوله عليها ان ده حاجه عاملاها الحكومه علشان تضم الشباب ده ليها ويبقى خاضع ليها. تجربه الحزب الوطني الديمقراطي حضرتك تقصد؟ بالظبط. والناس هتقول لهم ما الحكومه خدتكم والحكومه عملت فيكم كيان وانتم بقيتوا تبع الحكومه وبقيتوا. الفكره ديت في الوقت ده ما بقاش محبب قوي للشباب. الشباب عايز ينطلق ويبقى عنده حريه وعايز يقول لو عايزه يوصل الموضوع بسرعه الى يعني مؤسسه الرئاسه، ومش عايز يقعد يعرض على وكيل وزاره، وكيل وزاره يقعد على الوزير، والوزير يعرض على رئيس الحكومه، رئيس الحكومه، يعني القصه ديت. وبالتالي هم عايزين تواصل